rock and scoop. بما أنك لا تحب الأضواء فأتوقع أن تجد العديد من الصعوبات خاصة في حياتك اليومية. بالفعل، أنا أعتز بخصوصيتي، ولكن يبدو أنها اندثرت تماماً. يتم رصد كل خطوة أقوم بها، ولكن عندما أجد نفسي خارج دائرة الانتباه، أحاول فقط أن أعيش حياتي الشخصية. أعن سؤال عما إذا كان الحزن كبيراً بعد خسارة المباراة في الدور نصف النهائي؟ لن أقول حزناً، لكن خيبة الأمل كانت عظيمة. بالنسبة للمشجعين المغاربة بالرغم من الخسارة، كان الجميع سعداء جداً. ولكن عندما تكون في الميدان، فإن الأمر كله يتعلق بشيء واحد: الفوز. ونحن لن نفعل ذلك. الخسارة هي أمر من الصعب على زياش تقبله، فهو لاعب طموح متحمس يسعى دائماً للفوز. إنه يضع قلبه روحه في اللعبة، وعندما يتعرض للهزيمة فإنه يشعر بخيبة أمل عميقة. نعم، هذا هو السبب في أن تكون رياضياً محترفاً. في النهاية، ترغب في الفوز بأكبر قدر ممكن من الجوائز. لقد حققت بعض الجوائز بالفعل، ولكن هذا هو أكبر جائزة يمكنك الفوز بها. لم يكن حكيم زياش وبقية منتخب المغرب الوطني هم فقط الذين حققوا نجاحاً كبيراً في كأس العالم، بل كانت أمهاتهم أيضاً. حضرت النساء لتشجيع أبنائهن والاحتفال معهم بالفوز. انتشرت لقطات حول العالم للاعبي كرة القدم المغاربة وهم يرقصون مع أمهاتهم على أرض الملعب بعد الفوز. لقد أظهرنا كيفية التعامل مع الآباء والأمهات. أعتقد أن هذا لمس قلوب الناس. رأيت زميلاً يقبل جبين والدته. هذه هي أجمل اللقطات في كأس العالم بأكملها. وعند سؤال هل والدتك فخورة بك؟ أجاب: أعتقد ذلك، على الرغم من أنها لا تظهر ذلك دائماً. أيضاً لأنني لا أراها كثيراً الآن. عندما كنت ألعب في أياكس، كنت أزور منزلها 2 أو 3 مرات في الأسبوع، ولكن الآن أصبح من الصعب رؤيتها بسبب المسافة البعيدة بيننا. وعنها الوالدة من النوع الذي يتصل به كثيراً؟ نعم، بالطبع، يومياً. عن ماذا تحدثك؟ أشياء مختلفة عن الحياة اليومية وعن مبارياتي. مجرد حديث بين الأم وابنها. هل تسألك كثيراً عما إذا كنت ستتزوج؟ أتلقى هذا السؤال كثيراً. نعم. أنت تعرف كيف الحال مع الأمهات المغربيات. كل لاعب كرة قدم يحقق دخلاً جيداً، يرغب في إسعاد والدته، مثلاً شراء منزل جديد أو إصلاح منزلها القديم أو غير ذلك. أمي متواضعة جداً. هي أيضاً مرتبطة بمنزلها، وقد عاشت هناك لمدة 40 عاماً. ولد أطفالها هناك، وتوفي زوجها هناك. فهي ترغب في أن أعطي مالي للمحتاجين، وهو أمر أقوم به في السر ولا أحب أن أظهره في العلن.